لكم كل جديد مننا، ونبدأ يومنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل معاكم يومنا في المطبخ، بس ايه بقى النهارده غدانا غدا ارداحي بعيش وكده. بس والله الاكله دي بتاكل اكتر من الاكل، يعني انا بحب الاكله دي. اول حاجه بقى بعد ما وديت الاولاد المدرسه، انا طبعا وانا بعمل لهم السندوتشات الصبح في اللانش بوكس، بعمل ليا معاهم سندوتش او اتنين بفطر بيه الصبح معاهم يعني ايه، واروح موديهم المدرسه. وبعد ما اجيب بقى كده رحت جايه قلت اعمل حاجه تفوقني عشان خاطر ايه اروق الشقه واحضر الغدا قبل ما يجوا يعني. فرحت عامله بقى النسكافيه، عامله لي كوبايه نسكافيه كده نسكويك. وقلت بقى ايه بعد ما شربتها وروقت الشقه وكده قلت بقى ايه احضر القرنبيط معاكم، عشان اول ما يجوا من المدرسه اقللهم القرنبيط يتغدوا، لو هيريحوا شويه او كده مش هيريحوا يكتبوا واجباتهم عشان ايه يناموا بدري. وزي ما انتم شايفين بقى كده انا جبت القرنبيطه دي، انا كنت جايباها من كام يوم وحطها في التلاجة من تحت. والقرنبيط لسه طالع بقى، ده جميل، ده ماما بتقولي ده البشير بقى ده بيبقى طعمه مسكر وجميل. بس لسه بقى ايه طبعا القرنبيطه ب 12 وب 15 وكده، اسعار يعني عاليه. يعني القرنبيطه الصغننه قوي ب 10 جنيه. بس بيبقى طعمه جميل قوي، البشير ده بيبقى طعمه جميل. هاتوه بقى دلوقتي وجربوه، بس طبعا ما بيتخزنش دلوقتي عشان اسعاره عاليه، بس انا لما بيكون اسعاره بتنزل بخزنه زي ما هو كده. بجيب القرنبيطه اقطعها زي ما هي كده واحطها في الفريزر في كيس واخزنها زي ما هي. فانا مستنيه شويه لما ينزل. وزي ما انتم شايفين بقى انا جبت القرنبيطه كده قطعتها واقطعها حتت مش كبيره قوي، يعني سوري مش حتت صغننه قوي زي ما انا هقليه. انا بحب اسلقها حتت كبيره. لما اجي بقى ايه اقليها بقطعها الحتت الصغيره. وزي ما انتم شايفين بقى انا حطيت اللبانه، واللبانه دي انا حطاها بس للسليق عشان خاطر زي ما انتم شايفين دي لبانه المفروض تفال، بس اللون بتاعها اللي هو طلع منها ده فدي مش صحيه قوي، انا ما بستخدمهاش اللي هو بس بسلق فيها. وزي ما انتم شايفين بقى كده يعني ما بغليش فيها لبن ولا اي حاجه. اهو هبدا بقى ايه احط شويه ميه، احط شويه ملح كده بعد ما الميه غليت، وابدا بقى ايه اسلق معاكم القرنبيط. وعندنا بقى ايه هبدا احضر الخلطه بتاعته، كام فص توم كده وشويه ملح وشويه كمون، وعندنا ايه بحط عليه شبت بس. اهو هبدا بقى اجيب هطحن ده كله بقى مع بعض، بس انا بجيب بقى بشيل الورق اللي هو فوق ده بس، اللي هي العنق الطويله دي انا برميها ما بستخدمهاش اهي. عشان خاطر انا عندي الكبه يعني ايه بعافيه عايزه تروح تتصلح يعني. فده مش هيتفرم، فانا بقى عشان افرمه فانا عشان كده باخد بس الورق اللي هي اللي فوق ده زي ما انتم شايفين بقى كده، هقطعه كده وافرم ده كله بقى ده مع مع الثوم مع الكمون مع الملح، ده كله مع بعض يتفرم. هبدأ بقى اعمل معاكم العجينة بعد ما فرمت الخضرة مع الكمون مع الملح كده. هبدأ احط بيضتين، انا احط بيضتين بس بعد كده هرجع احط بيضايه تاني. ليه بقى؟ عشان انا قلت اكتر في العجينة شوية عشان خاطر احنا هنعمل بقى ده هنعمله الغدا لينا وبابانا هنعمل له بقى ايه للعشاء، عشان زي ما قلت لكم قبل كده احنا بابانا بيتغدى بره ويتعشى في البيت، فطبعا بيتغدى كله اكل فول وطعمية وحاجات زي كده، فلازم نعمل حسابه في الاكل اللي احنا بنعمله في الغدا. واحنا بنتعشى بقى ممكن نتعشى معاه وممكن نتعشى اي اكل تاني. فانا عشان كده انا بقى ما بحبش احط يعني القرنبيط بقى ما بحطش زي ما بسمع 7 بيضات و10 بيضات، وبيبقى طعمه حلو والله. جربوه بالطريقه دي هتلاقوه طعمه جميل. زي ما انتم شايفين بقى نزلت بالدقيق وافضل اقلب فيه وازود بقى ميه، يعني انا حطيت البيضتين، طبعا البيضتين مع الدقيق مش برضه هيبقى تقيل قوي. اهو زي ما انتم شايفين انا قلت لكم كده انا حطيت كمان واحده اهو عشان ازود المقدار، عشان خاطر ايه عشان انا ما كنتش عامله حسابي، يعني قلت اعمل حسابي عشان خاطر ايه اخلي لباباهم بالليل يعني اعمل العجينه بزياده، عشان ايه بالليل ابقى اعمل ايه اعمل اقلي تاني منه. وزي ما انتم شايفين بقى هبدا بقى ايه ازود شويه ميه وازود دقيق لغايه ما اوصل للسمك اللي احنا ايه هوريه لكم دلوقتي. السمك ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي اهو. هزود دي برضو تاني اهو. اهو زي ما قلت لكم بقى ده القوام اللي احنا عايزينه، اللي هو ولا خفيف قوي ولا تقيل اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. هبدا بقى اهو اجيب عندكم بقى القرنبيط اللي انا سلقته، انا بسلق حبه بحبه، وقلت ايه يعني ايه اقلي اللي انا ايه سلقته اهو زي ما انتم شايفين بقى كده. هبدا بقى اجيب القرنبيط بقى اقطعه حتت صغننه سلخ صغيره، عشان طبعا مش هيتقلي زي ما هو كبير كده، عشان ما يبقاش مليان عجين كده وطعمه مش حلو. فانا بحب ايه اقطعه حتت صغننه زي ما انتم شايفين هوريكم كده اهو اهي
حتت مش كبيره قوي كده، وانزل بيها في العجينه على قد القليه، يعني كل ما اجي اقلي انزل بيه في العجينه، ما افضلش احطه قوي في العجينه لغايه ما يشرب من العجينه بتاعتنا اهو. هبدأ بقى ايه، طبعا عندي الطاسة، طبعا تكون الطاسة وهقلي جنبه بطاطس صحيح، بس تكون الطاسة فيها زيت برضو كتير اهو. وبعد ما ياخد اللون الذهبي ده ايه كده ايه، اروح مقلباه. وطبعا بقى ما طولتش عليكم، يعني ايه، بعد ما قليت اهو وحضرنا الغدا وقلينا جنبها بطاطس زي ما انا قلت لكم، وجبنا على قوطة ومخلل وخلاص. ده كان بقى غدانا احنا والاولاد، حتى ما كترتش الكميات، مش كبيرة قوي عشان بابانا مش موجود، احنا والاولاد بس اللي هنتغدى. وبالليل لما يجي نبقى ايه، نعمل له هو ايه بقى في العشاء بتاعه برضه قرنبيط. وبعد كده زي ما انتم شايفين بقى كده، جيت على العشاء قلت طب هعمل ايه انا والاولاد نتعشى ايه، عشان هو باباهم اللي هيتعشى القرنبيط. فرحت جايبه بقى ايه، انا كنت جايبه دي ذره، لو انتوا شفتوا لي فيديو المشتريات الاخير دوت، كنت جايبه دي ذره من اللي هم الفلاحين اللي بيجوا في السوق ده اهو. فقلت بقى ايه، كنت جايبه نص، يعني انا بحب اعمله صبحه، يعني صبحه بصبحه، ما تبقاش ايه، ما اجيبش اعمل كميه كبيره. هو بيتحط في التلاجة عامه، يعني انا كده كده مش هستخدم الكميه دي، فهحطها في التلاجة، بس انا بحب اعملها ما تقعدش كتير قوي. وزي ما انتوا شايفين بقى، جبته ونخلته، عشان فيه اللي هو زي عامل زي الرد، هو ده مش عارفه بيقولوا عليه ايه. ده بيبقى ايه، لازم ننخل الدقيق يعني قبليها. وبعد كده زي ما انتم شايفين احط شويه ملح، وابدا بقى ايه انزل بالميه، بس مش هنزل بالميه كلها مره واحده، عشان ده ما بتبقاش عجينه، مش زي عجينه الكيكه والبيتزا والحاجات دي، لا ده بتبقى يا دوب على قد ما نقدر نشوف لغايه ما العجينه نقدر نمسكها في بعض، يبقى ايه اول ما تمسك في بعض يبقى ايه، يبقى خلاص ده ايه كده العجينه خلصت. زي ما انتم شايفين بقى كده، هفضل ازود حبه بحبه، مش هحط ميه كتير عشان ما ايه، ما الاقيش ان انا محتاجه دقيق تاني، وانا كده كده ما عنديش دقيق تاني اهو. هي بس يا دوب عشان اقدر امسكها في بعض، بتبقى العجينه بتاعتها ناشفه لغايه ما انا اعرف المها زي كور كده على بعض. فلما تتلم وتمسك في بعض الكور كده، يعني بتبقى عامله بتفرك كده زي بتاعه البسبوسه شويه، بس برضو بتبقى انشف شويه من بتاعه البسبوسه، عشان طبعا البسبوسه بنحط عليها سمنه وكده، فهو المفروض ان هي تكون بتفرق، تبقى فيها فركه بسيطه كده. ودي طبعا حلوه قوي، يعني الاطفالنا لو احنا الاطفال ما بيحبوش يشربوا اللبن كده، يعني انا عندي لولو ما بتحبش تشرب لبن خالص، بس بتحب المفروكه، فانا بحاول ان انا ادخل لها اللبن باي طريقه في الاكل. يعني ممكن رز بلبن، نعمل لهم رز بلبن، ممكن نعمل لهم المفروكه دي، جربوها تعجبكم. احنا ككبار انا نفسي بحبها، طعمها بيبقى حلو قوي، وميزتها بتنفع في الفطار وبتنفع في العشاء. وطبعا كده كده الشتاء دخل، ومحتاجين بقى نشغل الفرن كل شويه، ففي حاجات بنحب نعملها يعني في البيت، كيكات، حاجات زي كده، دي المفروكه دي مامتي كانت مامتها بتعملها لها يعني، فانا اتعلمتها بصراحه، يعني حبيت، كنت بحب طعمها قوي، فتعلمتها بقيت اعملها ايه لاولادي، عشان خاطر زي ما انا حبيتها من ماما يعني، فقلت اعملها انا كمان لاولادي. وزي ما انتم شايفين بقى، دي مش سمنه يا جماعه، دي كور مفروكه، دي عملتها كده عامله زي السمنه، عملتها زي كور، وحطيتها بقى ايه، هبدأ احطها في النار، وعلى نار عالية عادي، مش نار واطية، على نار اعلى حاجة في الفرن. وزي ما انتم شايفين بقى كده، بعد ما خدت لون من فوق احمر كده، ومن تحت احمر برضو يعني استوت، هبدأ بقى كمان افركها كده زي ما انتم شايفين، وهي سخنة مولعة كده، عشان خاطر لو هي استنين لغاية ما بردت مش هتتفرك، عشان تبقى ناعمة، فلازم افركها كده وهي طالعة من النار لسه. فانا هجيب المعلقة كده، اروح عاملاها كده، وابدأ ايه افركها بايديا بقى زي ما انتم شايفين بقى كده. وقلنا بقى نتعشى منها النهاردة ان شاء الله اهو، مع اللبن بقى، جبنا اللبن برضو قبليها. وهي ما بتاخدش وقت قوي كده في الفرن، يعني هي تقريبا بتاخد حوالي ربع ساعة او 10 دقايق في الفرن، ما بتاخدش وقت كتير يعني، او زي ما انتم شايفين بقى كده. هبدأ بقى افركها كده، وانا بحب بقى كمان الحتة الناشفة اللي فوق دي، بحب اكلها كده اهو. هفضل افركها لغاية ما تبقى ناعمة. وطبعا هنستخدم الكمية اللي احنا هنستخدمها، والباقي نحطها في كيس كده في التلاجة، تحت الفريزر، مش في الفريزر، نحطها تحت الفريزر كده ونستخدمها اول باول، يعني في الفطار في العشاء كده اهو زي ما انتم شايفين. انا عندي انا ولولو بناكلها، لكن ميدو ما بياكلها. فهنعمل له هو بقى ايه لبن كده بفينو، عشان خاطر هو ما بياكلش المفروكه معانا، ولا بابانا برضو ما بياكلش المفروكه، انا ولولو بس. انا عندي لولو يعني بحاول اعودها ان هي تاكل نفس الاكل بتاعي، عشان خاطر عندي ميدو تقريبا طالع زي باباه في حاجات كتير، فما بياكلهاش برضو، ما بياكلش حاجات كتير زي باباه.
يعني انا عندي بابا ما بياكلش ولا بط ولا الحاجات دي. انا البط بالذات او فراخ بلدي او الحاجات دي بابا ما بياكلهاش. انا بضطر اكلها عند مامتي، يعني عشان خاطر عندي ميدو ما بيشجعنيش ولا بابا بيشجعني عليها. انا بس ولولو، حتى لولو الحمد لله بدات اعودها ان هي تاكل بط زيي برضو، عشان خاطر ايه، بتبقى مشكله اما بتبقي عايشه في بيت والمعظم ما بياكلش نفس الاكل، بتضطري ان انت ما تعملهوش. اهو هبدا بقى، جينا بقى للعشاء. رحت بقى جايبه طبق وهحط فيه شويه مفروكه، وهعمل بقى الميدو زي ما قلت لكم، هعمل له لبن هو بفينو عشان خاطر ميدو عندي ما بياكلش المفروكه. وزي ما انتم شايفين بقى حطينا بقى المفروكه في الطبق. وهبدا بقى انزل بشويه سكر عشان خاطر تبقى ايه، يعني هي ما بتبقى دلع شويه، فنحط عليها شويه بقى سكر. وننزل عليها بقى باللبن كمان اهو زي ما انتم شايفين. وعندي بقى اللبن اهو بتاع ميدو، وهنعمل له بقى جنبه فينو يعني احط له هو لوحده فينو عشان ياكل فينو بلبن. وبكده بقى نبقى وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوناش بقى باللايك وبسبسكرايب او الاشتراك، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مننا. والسلام عليكم.